ازاي ابنك يذاكر او يعمل الواجب في الجو الساقع ده؟ الترم لسه بادئ وقصير جدا وعايزين نلحق نخلص، بلاش اول ما يروحوا ناخدهم من الدار للنار، خصوصا لو بره كان في مطر او تراب او هواء. اول حاجه ياكلوا كويس ويشبعوا جدا، لان الاكل بيدي للجسم طاقه وده اللي بيحسس الجسم بالدفء. ونهتم بالاكل الصحي والخضار والفاكهه والسوداني والمكسرات. اللبس يكون بيدفي جدا، والمكان اللي هم قاعدين فيه برضو يكون مكان دافئ. مشروب ساخن حلو كده زي ينسون او ليمون او نعناع عشان البرد والتعب، او كاكاو سخن مفيد جدا للاطفال. ونتفق مع الولاد بعد ما يخلصوا المهام اللي وراهم نلعب لعبه، نتفرج على حاجه سوا وفشار بقى وجو سينما ما علينا، او نعمل بطاطس كسناك. خلي بالك مذاكره الشتاء ارحم بكتير من مذاكره الصيف والحر والفرهده. استعيني بالله وعلمي ولادك الاستعانه بالله، وان شاء الله ربنا المعين. ما تنسيش في اخر الفيديو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو انت مش مشتركه في القناه يا ريت تعملي اشتراك وتعملي لايك، وشكرا.